الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة صيام يوم عاشوراء. طبعا ربنا يا رب كده يبلغكم فضل صيام هذا اليوم العظيم. يعني طبعا يعني احب الاعمال الى الله الصيام. طبعا كلنا بننتهز اي فرصة تيجي كده عشان نستغلها وان احنا نصوم، بخلاف ان الصيام قيمة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. آه، يعني من العبادات المفضلة عند الله، لكن برضو احنا بنستفيد جدا طبعا جسمنا، وبناخد اجازة كده يعني من الاكل كده، فالواحد بيحس براحة نفسية مع معدته كده وجسمه، سبحان الله يعني. طبعا احنا معانا نص كيلو من القمح البليلة. ده القمح بلدي، فانا نقعته ساعتين وحطيته على النار، واول ما غلى طفيت عليه، واول ما فشر طبعا زي ما انتوا شايفين كده ايه، ضربته بالهاند بلندر نص ضربة كده. ومعايا نص كوباية من اللبن، ضفت عليها معلقتين كبار من النشا. معايا كيلو من اللبن، ومعايا معلقتين كريم شانتيه، ومعايا معلقتين من قشطة وش اللبن او اي قشطة متوفرة عندنا. طبعا احنا نزلنا باللبن على القمح، ونزلنا بمعلقتين الكريم شانتيه البودرة يعني. وطبعا هننزل بمعلقتين القشطة اللي احنا محوشينهم كده من وش اللبن، وهنبتدي طبعا نقلب. ونزلنا بكوباية ونص من السكر طبعا، وقلبناهم كويس. وابتدينا اول ما غلوا معانا طبعا نزلنا بمعلقتين النشا على نص كوباية اللبن. وطبعا انا نسيت اقول لكم، طبعا انا سويت القمح كويس، يعني غليته كام غلوة على النار وطفيت عليه، واول ما فشر نزلت بالمكونات عليه، ويا دوبك غلو وضفت النشا زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. زي ما شايفين طلع تحفة جدا. وانا بحب ازينه باي حاجة موجودة عندنا، بسوداني بقى على جوزة الهند او اي مكسرات. وبحب اضيف اضافة القرفة، انا بحب اي ان كان رز بلبن او اي حاجة بحب اضيف عليه القرفة كده. مش كل الناس بتحب القرفة، يعني انا عندي حد بيحب القرفة وحد لأ. بتدي طعم جميل جدا مع الرز بلبن او الكسكسي. زي ما انتوا شايفين العاشورة طلعت تحفة جدا معانا. واخواتي وحبايبي بقى، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.